صباح الخير ومساء الخير حسب التوقيت اللي بتشوفونا منه في معلومه عن الماشي من مشاتل الحياه. جاي اتكلم معاكم النهارده عن مسافات زراعه النخيل. طبعا احنا بنقوم بزراعه النخيل على مسافه 8 متر ما بين كل نخله والثانيه، يعني بمعدل 65 نخله في قلب الفدان. طيب لو انا مثلا قللت ال 8 متر دول خليتهم 5 متر او 6 متر، هل هيبقى في ضرر على النخله؟ ايوه طبعا هيبقى في ضرر على النخله، لان انت كده بتعمل احكام للجذور، بتحكم الجذور اكتر، بتقلل المسافه ما بين كل نخله والثانيه، فالجذر ده مش هياخد راحته والجذر ده مش هياخد راحته. دي اول حاجه. تاني حاجه، انت كده بتعمل تداخل ما بين الجريد بتاع النخله، يعني كده الجريد ده هيضلف على الجريد ده، فهيمنع وصول الشمس لقلب الثمار وهيمنع وصول الشمس لقلب النخله ذات نفسها، فانت كده بتعمل كمان مشكله. طيب لو انا مثلا عوزت ازود المسافه دي، ازودها عادي، ينفع تزود المسافه ديت، بس في حاله لو انت هتعمل زراعه خماسيه. يعني ايه زراعه خماسيه؟ يعني انت هتعمل مثلا ما بين كل 4 نخلات هتزرع شجره مثمره ثانيه، فانت في الحاله ديت بتزود المسافه شويه عشان ايه؟ ما يضلفوش على بعض. وديت كانت معلومه عن الماشي من مشاتل الحياه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.